السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي. النهارده ان شاء الله بقى هنسمي بالله كده ونعمل حبه قرص تحفه ما شاء الله. بجد هعمل كميه كبيره بطريقه مختصره وبطريقه مغذيه جدا، وهتلاقي نتيجه ما شاء الله تحفه جدا جدا، مش هتبطلي ان انت تعمليها. بجد ده اللي تسميه خير في البيت. هتعمليه كميه مثلا حلوه كده وتروح حطها في اكياس وتحطيها في الفريزر. تحفه. يعني لما تاخدي بقى قرصايه كده مع كوبايه شاي على الصبح كده، ولا شاي بحليب، والله العظيم تحفه بجد ما شاء الله. مقادير زي ما قلت لك سهله جدا وبسيطه، ومش هتاخد معاكي اي حاجه خالص. بس تابعيني وشوفي التريكات وكل تفصيله في الفيديو، ان شاء الله هتلاقي نتيجه ممتازه. هنسمي بالله كده وناخد بقى معايا علبتين زبادي، علبة كبيرة وعلبة صغيرة. انا هعمل 3 كيلو من الدقيق، يعني كمية ما شاء الله محترمة. يبقى من معايا علبتين زبادي، علبة كبيرة وعلبة صغيرة، وكيس من الخميرة الفورية اللي هو معلقتين كده، مع 6 معالق كبار من السكر. يعني كل كيلو من الدقيق هتحطي له معلقتين كبار من السكر. انا استخدمت 6 معالق كبار من السكر مع كوبايه من الميه، ميه من الحنفيه عادي. وتروحي بقى مقلباهم كويس جدا لحد ما يبقى الخليط كريمي معاكي. معايا بقى 3 كيلو من الدقيق. انا هنا مش نخلاهم ولا حاجه، عايزه بقى تنخليهم براحتك، بس انا هنا ما نخلتهمش. مع بقى معلقه كده من السمسم حلوه، او معلقتين كده من السمسم حلوه، تقدري تستغني عنها لو مش عايزه. مع معلقه صغيره من الملح، مع كيس بيكنج باودر. كيس البيكنج باودر ده هيساعدها ان هي تبقى نافشه معايا ويضاعف حجمها كده وتبقى جميله، بتبقى مفتحه كده من جوه. هنحط بقى الزبدة بتاعتنا. هحط 3 كوبايات من الزبدة، يعني بما يعادل كده كل كيلو هحتاج له كوباية من الزبدة، مع 3/4 كوباية من الزيت. يبقى 3 كوبايات من الزبدة مع كوباية الا ربع من الزيت. الزيت برضو بيساعدها ان هي تبقى مهوية كده من جوه وما تبقاش تقيلة قوي. بجد تحفة ما شاء الله. دي بقى القرص بريحة زمان، يعني القرص بريحة زمان، مش هتبقى بزيت بس. يعني الأفران بيعملوها بزيت بس، لا دي الزبدة بيخليها كده دسمة وطعمها حلو. هبدأ بقى ان انا ألم العجينة كده بتاعتي والدقيق، وهروح حاطة الخليط اللي انا عاملاه في الاول اللي هو الخميرة بالزبادي. هلمها بقى كلها كده لحد ما داري السائل اللي انا حطيته ده. طبعا الطبق زي ما انتم شايفينه الصينية ضيقة شوية، فحطيته في حاجة واسعة شوية. وهوسح كده العجين، واروح حاطه كوبايتين من اللبن الدافي. خلاص دي اخر حاجه، مش هحط حاجه تاني. يبقى انا استخدمت في الاول علبتين الزبادي، وبعد كده دول الكوبايتين من الحليب. امشي معايا واحده واحده وهتلاقيها ما شاء الله. هلم بقى العجينه بتاعتي كده، لان الكميه حلوه ما شاء الله. 3 كيلو دقيق هيديكي كميه حلوه. شايفين انا مش بلت فيها، مش بعجن فيها، لا بعمل زي ما انتوا شايفين كده. بحاول بس الم العجينه علشان مش عايزه الت فيها كتير. انتي هتلاقيها ناعمه كده في ايديكي. ما تحطيش دي ولا حاجه، هي تتلم. انا عايزاها تبقى طريه كده وحلوه. ما تجيش تاخديها تلاقيها مشققه من الحروف او ناشفه. اللبن بقى هو اللي بيخليها طريه وحلوه. هتعملوا فيها زي ما انا بعمل كده. زي ما قلت لك انا عايزاها طريه كده وحلوه. لقيتيها مش راضيه يعني طريه زياده عن اللزوم، هتحط لها ميه. الميه هتنشفها شويه، ما تقوليش لا ده الميه هتخليها سايبه، لا. الميه هتنشفها وفي نفس الوقت هتخلي القوام بتاعها حلو. حطيت حوالي ربع كوبايه من الميه. هلمها بقى كده، بمجرد ما تتلم معاكي خلاص هي جاهزه ان انت تشتغلي فيها. اديها بس بالبوكس كده في الاخر، وخلاص على كده. شايفين العجينه باينه ان هي طريه من قبل ما اشتغل فيها. بصي لو العجينه بقى مش كويسه هتلاقيها مشققه من الحروف كده. اهي ما شاء الله ملبن كده. هنسيبها بس اي عجينه الافضل ان انت تسيبيها 5 دقايق 10 دقايق، مش اكتر من كده، وتشتغلي فيها. يعني تحطيها كده 5 دقايق وتبداي ان انت بقى ايه تشتغلي فيها. هنقلها بقى في طبق كده عشان تبقى ملمومه ما تنشفش مني، واغطيها
بورق استرتش او كيس كده، فتحت كيس تلاجة كده ورحت مغطيه بيها علشان العجينه ما تنشفش معاكي. كده العجينه جاهزه. تقدري بقى ان انت تعملي يعني القرصه بقى صغيره، القرصه كبيره، اللي انت عايزاه. تقدري تضاعفي الكميه اللي انا عاملاها دي، ان انت تعملي القرص حجمها صغير. انا هنا عامله القرص حجمها كبير، وبرده موريكم ده كده القرصه دي كده حجمها صغير. دي كده واحده صغيره، وهوريكي برده التانية. بفردها يعني كده، بكورها الاول وبعد كده بفردها زي ما انتوا شايفين كده في الصوره. احاول بس ان هي ايه ادورها بايديا عشان تبقى القرصه مدوره معاكي. ده كده الحجم الصغير وده الحجم الكبير، فانت براحتك حسب ما انت عايزه. الافضل لو انت عندك اطفال الصغيره بتبقى جميله، بتديكي كميه كبيره وبتوفر معاكي. بصوا انا عملت القرصه في حدود 70 جرام. لقيتها حلوه، هي كبيره زي ما قلت لكم، انا عاملاها كبيره 70. تقدري ان انت تعمليها 50 مثلا، هتبقى ممتازه معاكي. هعمل بقى كميه كده وابدا اشتغل فيها، مش هعملها كلها، هكور حوالي مثلا 7 8 كور كده وادورهم، وتحطيها في صاج او صينيه. مش مهم ان هي تبقى مدهونه، ما تدهنهاش بالزبده ولا الزيت ولا اي حاجه، هي كده كده فيها كميه زيت مش هتلزق معاكي. اهم حاجه بقى ما تعمليش السمك بتاعها تبقى تخينه، علشان لما بتخمر بيتضاعف حجمها، ما تبقاش تخينه معاكي عامله زي يعني الفينو، لا. خلي السمك بتاعها حلو، يجي سنتي كده. شايفين ده. بعد كده بغطيه، بعد ما بتملي الصاج بتاعك او الصينيه، بغطيه بقى بفوطه كده نظيفه، او ورق اللي هو الاسترتش او اكياس تلاجة كده زي ما انا عملت، وتسيبيها تخمر. هتاخد حوالي نص ساعه او ساعه حسب المكان عندك. بعد ما بتخمر بتروحي حاطه بالشوكه كده، عاملاها قد ايه مرتين او 3. اهم حاجه بقى التسويه، بتخش على فرن يكون سخنه قبليها. بمجرد ما يتحمر كده من تحت، تشغلي عليها الشوايه من فوق، هتبقى زي الفل معاكي ما شاء الله. يفضل اول ما تخرج كده تغطيها بفوطه برضو، هتبقى طريه وجميله معاكي ما شاء الله. مش هتحتاج بقى لا تدهني وشها ولا اي حاجه. على فكره الكميه دي مش كميه كمان 3 كيلو، ده في صينيه كمان تاني غيرهم، فادتني كميه ما شاء الله حلوه قوي. برضو من جوه مفتحه وزي الفل. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها. مع السلامه.